في النهايه لا، ما حدش يجي زي صلاح تاني. ليه يا كابتن؟ انسى انسى انسى. وهنا بدأت قصة مرموش مع السيتي اللي كثف كل مجهوداته عشان يخلص معاه في الانتقالات الشتوية. والجميل في المفاوضات ان الطرفين كانوا عايزين بعض. مرموش منفتح جدا للانتقال للسيتي وشايفها فرصة ما تتفوتش، والسيتي كمان اختاروه مخصوص وحطوه أولوية على مراكز تانية مهمة زي الارتكاز والدفاع. طب ليه السيتي يجري ورا مرموش بالشكل ده؟ أولاً عشان شايفينه لاعب متنوع ويقدر يلعب في مراكز هجومية كتير. ثانياً عشان هداف وإنهاء الهجمات عنده مميز. ثالثاً عنده ميزة إنه بيلعب فاولات وبيسجل منها. رابعاً شايفين إنه هيعوض خصائص ألفاريز، وإنه ممكن يعمل ثنائية هجوم قوية مع هالاند زي الثنائية اللي عملها مع إيكيتيتي المهاجم التاني اللي بيلعب جنبه في فرانكفورت، لأن مرموش صنع 5 أهداف الموسم ده ليه. المشكلة اللي ظهرت بقى إن إدارة فرانكفورت قالوا إحنا هنبيع مرموش دلوقتي لو جالنا فيه 80 مليون يورو، وده رقم السيتي موافقش عليه لأنه محدد 60 مليون كحد أقصى للصفقة. زمن الخيالات والتصورات انتهى وتحول لواقع ملموس، وبقى عندنا لاعب مصري تاني بعد محمد صلاح بيوصل للعالمية وبقى مطلوب بالاسم في أندية أوروبا الكبرى. عنا مرموش في 16 يناير 2025 بعد أكبر ضجة تحصل على لاعب في الميركاتو ومفاوضات طويلة بين فرانكفورت والسيتي، وقع مرموش لمدة 5 سنين مقابل 70 مليون يورو. وعلى فكرة دي أول فلوس تدفع في مرموش عشان يلعب باسم أنجح نادي إنجليزي في الوقت الحالي، وأول لاعب مصري يتمرن تحت إيد أفضل مدرب في التاريخ. مرموش سلاح هجومي فتاك قدام المرمى، يقدر يلعب جناح ومهاجم إضافي، ولاعب صريح بين العمق والأطراف، وبيأدي في كل المراكز بنفس الفعالية تقريبا. ومع معاناة السيتي تهديفيا رغم خلق فرص كتير، وبحساب إن مفيش حد بيسجل غير هالاند، ده لو سجل أصلا، متوقع نشوف مرموش بيشارك باستمرار وبيعمل ثنائية مع هالاند زي ما قلنا من شوية، وده أفضل سيناريو بنتمناه. انا مبسوط ان في لعيب مصري هيلعب تحت ايد جوارديولا. السيناريو الأسوأ بقى إن جوارديولا يخليه بديل حرفيا لألفاريز، يعني دكة لهالاند أغلب الوقت ومستواه ينزل بالتدريج. نجاح مرموش من عدمه ما تقدرش تحكم عليه، وهيكون راجع لتأقلمه مع طريقة لعب جوارديولا. مرموش عنده وعي وثقافة كبيرة جدا بأدوار كل مراكز الهجوم، وفي نفس الوقت هيتعلم كتير من التجربة دي.